دول فرح قوي وسقف. ايوه بحب المول ايه. طبعا عايز اقول لك بقى يعني احلى حاجه ان احنا اشتغلنا مع بعض. ايوه. ويمكن اكتر الحاجات اللي انا اشتغلتها في حياتي كانت مع محمود عبد المؤمن. يعني اشتغلنا مع بعض حوالي 7 8 حاجات. 27 سنه. يعني كتير جدا جدا. وكانت تجارب، يعني انا وانت اشتغلنا مع بعض مره واحده. ايوه صح؟ بوخارست، بس هي بوخارست. مره. اخويا وحبيبي. طبعا. انت اللي حبيبي والله. والله العظيم. وعايز اقول لك حاجه، كل الناس لما كانت شافت الصوره دي، مثلا مراتي بتقول لي واضح ان انت بتحبه. قلت لها عشان فعلا بحبه. انا بحب اشتغل معاك، انا بحب اشتغل معاك والله العظيم. الحضن باين يعني. في جوه الا شويه بس. انا اتخذت خلاص جوه الهلال. قال لي وانت هتموتني ولا انت جوه الهلال. ده حضن ايه ده؟ لا وفعلا من الناس اللي لما بشتغل مع محمود، عايز اقول لك لما بنيجي نقعد نقرا حتى المشهد كده مع بعض، هو في مدرسه شبه بعض شويه وتحس لا محمود من الممثلين الجامدين اللي تحس وانت بتمثل لا بتاخد منه حاجه تخليك تقول بجد مستريح معاه، وبيشجعك على حاجات وبيخليك انت لوحدك تفكر في حاجات جديده تعملها باحساس جديد ممكن تطلعه. في ناس طبعا انت عارف على الله ما في التحانيه في ايه ده على مش انت فاكر المواطن اكس. لا دي كانت من مواطن إمتى؟ اكس. دي كانت تاني حاجه نشتغل مع بعض. صح؟ احنا عملنا مع بعض، قعدنا بتاع 3 سنين في لحظات حرجه. ايوه بس بص كنت صغير هنا مغني بقى. يعني كنت بص لا محمود بص عامل ازاي. صغر. لا اله الا الله. امير بقى من طول عمره بص قبضاي، يعني عارف انت. يعني في كان مره في مشهد مش عارف كنا فين يا ربي، كان في مظاهره كده وبتاع. ايوه وانت طلعت قلت حاجه ثانيه. وزاره الزراعه. ايوه كانوا بيصوروا في وزاره الزراعه على المشهد ده. خيبر ايه؟ خيبر يا يهود. يا يهود. ايوه خلاص دي جمله. خيبر يا يهود. هو قال ايه؟ خيرا يا يهود. انت بتقول ايه؟ انا خدتش بالي بقى. كانت زحمه ومظاهرات والعيال وراه بيردوا بيقولوا كله بيرد وراه وده اللي هو يخرب كل بيتك الناس انت بتقول ايه؟ بتقول قلت له ما انا مش عارف هو احنا المفروض نقول ايه. انا نسيت بقى ومش مركز من الزحمه. هو لحقني الدنيا بصراحه. هاصل. لا هو كان بيقابل معايا حاجات غريبه طبعا. وقضينا مع بعض اوقات ومواقف طبعا. انا بحب اشتغل معاه. وسفريات كتير مع بعض واشتغلنا مع بعض كتير بجد يعني. دي فرصه اقولها، يعني اقولها قدام الناس كلها. انا بحب اشتغل معاك جدا جدا جدا. احنا بيجي علينا لحظات بيبقى فيها ارتجال، وانت طبعا ابو الارتجال. ففي لحظات بنخرج بره الاطار الورق، بره اطار النص نفسه، لكن جوه الموضوع للمصلحه مش بره الحكايه. ساعات بتطلع مننا كده وعملنا كده في المواطن اكس، وعملنا كده في طرف ثالث. والحمد لله بعد فتره دلوقتي كبيره وبعد كميه المسلسلات دي يظل المواطن اكس وطرف ثالث بقوا خلاص من الكلاسيكيات، بقوا من المسلسلات الناس بتحبها جدا. وبقى الحمد لله بقى مرجع يعني الحمد لله للشغلانه كمان يعني. الحمد لله.